نتابع معا هذا الفيديو والذي يبين كيف أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وكما لم نعهدها من قبل التي تأثرت وذرفت الدموع ولم تتمكن من كبت مشاعرها وهي تستمع لقصيدة يقرأها طفل مصاب بمرض التوحد على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادتها إلى ولاية بسا مع مراسل تلفزيون نهار سليم دريدة. ولكني عزيز بما يقال عني. أحتاج من يفهمني ويفهم عالمي. أحتاج من يشعر بما أمر كل لحظة من حياتي وقصة كفاحي منذ لحظة ولادتي وألم أمي وشعور أبي. ساعدوني فلا لا أستطيع مجابهة كل ذلك وحدي. خلقت لأكون متميزا وسأبقى متميزا ولكن بقليل من الصبر والمساعدة. أحسنت سيد الوزير راح نعطي لهم المزيد من الأخبار المستجدة.